إن الحمد لله نحمده تعالى سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونتوب إلى الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك ولا شبيه ولا مثيل ولا ند له، سبحانه وتعالى من إله جل قدرته، عظمت مشيئته، تبارك اسمه وعلى شأنه، وارتفع مكانه فلا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، سبحانه وتعالى من إله لا يحويه مكان ولا يمر عليه زمان ولا يؤثر فيه ليل ولا نهار، سبحانه وتعالى عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، سبحانه وتعالى يعلم مكاييل البحار ويعلم عدد قطر الأمطار ويعلم مصاقيل الجبال، بل ويعلم بقدرته عدد حبات الرمال، سبحانه وتعالى علام للغيوب ستار للعيوب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف به الله الأمة، بل وجاهد صلى الله عليه وسلم في سبيل دينه وربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك عليه في كل وقت وفي كل حين. نبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن بأمنيته صلى الله عليه وسلم علم المتعلمين، بل وقاد سفينة العالم الحائرة في خضم الأمواج من شاطئ المحيط إلى شاطئ الله رب العالمين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأطهار، وارض اللهم عن آبائنا، وارض اللهم عن أمهاتنا، وارض اللهم عن زوجاتنا، وارض اللهم عنا وعن الإسلام والمسلمين. اللهم ارضى عن كل من له حق علينا يا كريم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها
مستمسكين بما أمر منتهين عما نهى عنه وزجر. فبشكر الله تعالى تدوم النعم، ويزيد الله من فضله ما يشاء. قال سبحانه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكر النعم المحافظة عليها بالابتعاد عن أسباب الفرقة والخلاف، وبمؤازرة أولياء الأمور بمحبتهم، والدعاء لهم وطاعتهم، والتعاون معهم على كل خير، وذكرهم بكل جميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن الناظر في حالنا بين الأمس واليوم يرى آثار نعم الله عز وجل في صورة واقع ملموس مشهود يشهد به القاصي والداني. فبعد قلة ذات اليد وشظف العيش والحياة المريرة والفرقة والضعف، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم معلما للحضارة، ومضربا للمثل، ونموذجا في وحدة الصف واجتماع الكلمة ورخاء العيش والإنجازات الكبيرة والاستقرار والازدهار. ولم يكن ذلك ليتحقق لولا فضل الله تعالى، ثم الجهود الصادقة المخلصة، وسهر الليالي والأيام من مؤسسي هذه الدولة المباركة، وما بذلوه من غال ونفيس في رفعة تراب هذا الوطن ومن يعيش عليه. أيها المسلمون، لقد قامت دولة الإمارات في نهضتها الرائدة وانطلاقاتها الحضارية الفريدة على قيم إنسانية غالية مستمدة من تعاليم الدين الحنيف، فجعلت من العدل وحفظ الحقوق أساسا، ومن التسامح وحسن التعايش براسها، ومن التعاون ومد قصور التواصل عنوانا، ومن خدمة الإنسانية منهاجا، ومن البذل والعطاء ومؤازرة الآخرين في المحن والشدائد واقعا، مشهودا، ومن الخلق الكريم مع القريب والبعيد طبعا أصيلا مستديما، تأسيا في ذلك كله برسولنا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد أثمرت القيم النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات عن صورة مشرقة في الداخل والخارج، وأصبحت محل تقدير وإشادة من كافة المنصفين. ولأن سنة الله ماضية فلا يخلو الأمر من حاسدين، وقد قام بعض الحاسدين المغرضين الذين يحملون أجندات خاصة بقلب الحقائق ونشر أمور مغلوطة عن دولتنا الحبيبة، متنافية مع مقتضى الدراسة الموضوعية والعقلانية، والموضوعية والأسس السليمة للتقييم. وإن الواقع الصريح يشهد بخلافها، وقد قال الشاعر: وليس يصح في الأفهام شيء لتحتاج النهار إلى دليل. ولا أدل على ذلك مما يعيشه الإنسان في دولة الإمارات من حياة رغيدة وعيش كريم، وقد اهتمت الدولة بالإنسان وكرامته اهتماما بالغا، تطبيقا لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ووفرت له سبل العيش الكريمة، وسخرت القيادة الرشيدة بكل إمكاناتها ومقدراتها لبناء الإنسان وتعليمه وتنمية عقله والحرص على صحته وسلامته، فأنشأت المدارس والجامعات والمستشفيات حتى يحققوا النهضة الشاملة في ربوع الوطن وأرجائه. فنال إنسان الإمارات أعلى الشهادات العلمية، وامتلك الخبرات، وحقق الكثير من الإنجازات، كما حظيت المرأة بالرعاية الكاملة، فنالت حظها من التعليم، وتمتعت بكافة حقوقها في جميع المجالات، وأفسحت لها ميادين العمل المختلفة، وصارت تعمل وتشارك فيما
واحترام قرابتهم. اللهم أدم علينا نعمك وارزقنا شكرها والمحافظة عليها. وفقنا الله جميعا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته عملا بقوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. اتقوا الله عباد الله. ما معنى التقوى في الاسلام؟ يقول الامام علي كرم الله وجهه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. فبما أن الله تبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالغرض من خلق العباد، بل والغرض من خلق الجن والإنس هي العبادة كما أخبر المولى تبارك وتعالى. طب ما الغرض من العبادة؟ ربنا جعل سبحانه وتعالى العبادة ليه؟ قال لك تقوم من نومك وأنت محتاج النوم وتقوم تصلي في كل الأوقات. وقال لك تصلي في الوقت ليه؟ وقال لك تروح تحج في الوقت ليه؟ وقال لك تصوم في الشهر معين وفي شدة الحر وفي شدة البرد. إيه الغرض من العبادة دي كلها؟ هل العبادة تزيد في ملك الله شيء؟ لا. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيء. ولكن هي أعمالكم مخطئة عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالغرض من العبادة إيه؟ اسمعوا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا، غرض من العبادة، بأمرك بالعبادة عشان تشوف الغرض من العبادة إيه؟ يا
وأن ندفع عنه في كل مكر وكيد، وأن نظهر صورته المشرقة للجميع، نبتغي بذلك كله الأجر من الله سبحانه وتعالى ومرضاته، وأن نستفيد الوسائل الحديثة فيما يخدم وطننا ومجتمعنا ويعزز وحدتنا وتلاحمنا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كما علينا أن نحذر كل الحذر من الأخطار المسمومة والطيارات الثقيلة وكل ما يخالف ديننا ويهدد وطننا، وأن نتأمل في حال المجتمعات التي انتشر فيها الخوف والجوع من قديم وحديث وما نحن فيه من نعمة الرخاء، وأن نحسن شكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه وأفضاله. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اسمعوا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في كل خطبة نقرأ هذه الآية من سورة الأحزاب. يقول المولى تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الآية تخبر من ربنا سبحانه وتعالى ويؤكد بحرف التوكيد وإن من الأدوات التي تنصب مفعولها مبتدأ وخبر. يقول: إن الله وملائكته، الله والملائكة يصلون على النبي. يصلون فعل مضارع، والفعل المضارع في اللغة العربية يفيد باستمرارية الحدث والفعل. طب إيه الفعل اللي هنا؟ إن الله وملائكته يصلون. الفعل اللي هنا هي الصلاة، والصلاة من مين؟ من الله والملائكة على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فالفعل المضارع يفيد استمرارية الحدث أو استمرارية الفعل على مر الأزمان، على مر الأزمان. أي أن الله نستفيد من كده إيه؟ أي أن الله تبارك وتعالى وملائكته صلوا على النبي قبل ذلك، ويصلون على النبي في الوقت الحالي، وسيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طب نستفيد من كده إيه؟ ما دام ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء وخالق النبي صلى الله عليه وسلم، ارتضى لنفسه سبحانه وتعالى أن يصلي وملائكته على النبي، فما لكم لا تصلون على النبي؟ قد قال صلى الله عليه وسلم: صعدت المنبر ذات اليوم وكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 درجات مع طردين أخي جبريل. الدرجة الأولى وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، خسر الدنيا والآخرة من أدركه رمضان ولم يغفر له، فقل آمين. فقلت آمين. ويقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: ثم طردني جبريل في الدرجة الثانية وقال: يا محمد، خسر الدنيا والآخرة من أدرك والداه أو كلاهما عند الكبر ولم يدخلا الجنة، فقل آمين. فقلت آمين. ثم اعترضني في الثالثة وقال: يا محمد، خسر الدنيا والآخرة من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وفي كل حين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلى سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا وعافية في البدن وبركة في العمر والذرية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأصلح لنا نياتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة أعين لنا يا كريم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أغثنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات